مواليد القاهرة عام 1941. تخرج في الكلية الجوية عام 1961، وعمل بعدها طيارا بالقوات الجوية المصرية، وشارك في حربي الاستنزاف وأكتوبر. تدرج في مجاله حتى عين قائدا للقوات الجوية عام 1996، واستمر في هذا المنصب لمدة 6 سنوات، وهي تعتبر أطول فترة لقائد القوات الجوية في مصر. وبعد تركه لمنصبه في عام 2002 عين وزيرا للطيران المدني، وتمكن من تطوير القطاع، واكتسب تقدير الكثير من المصريين الذين لمسوا التغيير الذي حدث بالوزارة. وفي 29 من يناير عام 2011، وفي محاولة لتهدئة الثوار، قام الرئيس السابق مبارك بإقالة حكومة نظيف وتكليف أحمد شفيق بتشكيل حكومة جديدة. وبعد تخلي الرئيس السابق عن الحكم وتولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة، استمر شفيق في منصبه حتى قدم استقالته في 3 من مارس عام 2011، وذلك بعد 34 يوما قضاها كرئيسا للوزراء. وبعد أقل من عام على تركه الحياة السياسية، أعلن الفريق أحمد شفيق ترشحه لرئاسة الجمهورية في خطوة وصفها البعض بالجريئة بعد استقالته من رئاسة الوزراء، ولتزيد من حدة المنافسة على منصب رئيس الجمهورية. اقتربت المنافسة واقتربت ساعة الحسم. يوم 10 مارس يبدأ فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية من 10 ل 8 إبريل، يعني مرشحين قدامهم شهر تقريبا كامل لجمع التوكيلات، جمع التوقيعات، جمع تأييد 30 نائب، إلا إذا انضموا إلى حزب وأصبح اللي هم مرشحين من الحزب. أحد هؤلاء المرشحين هو الفريق أحمد شفيق، زي ما أنتم سمعتوا في هذا التقرير سيرته الذاتية معروفة، يعني من الطيران إلى رئاسة الوزراء إلى الترشح لرئاسة الجمهورية، طريق طويل، خبرة إدارية وعلامات استفهام موجودة أيضا. كيف ينظر للفريق شفيق للحاضر؟ كيف ينظر للمستقبل؟ الخروج من المأزق، برنامجه الانتخابي، وإجابات على أيضا أسئلة كثيرة أنتوا بعتوها، وأسئلة كثيرة أيضا عندنا. فريق أحمد شفيق، أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. أهلا بك. بتقيم فرص نجاحك إزاي؟ يعني كم في المية وأنت بتحسب كده حساباتك حضرتك والحملة الانتخابية بتاعتك، نسبتك قد إيه؟ لا، ما اقدرش اقولها برقم ابدا يعني، لكن اقول النسبة جيدة. بني حساباتك على ايه؟ بني حساباتي على اني مش مرتبط بكتلة معينة، ولا انا بني حساباتي على اساس تلبية مطالب الاسرة المصرية العادية. الاسرة، الجد، الابن او الابنه، الاحفاد، الاجيال ال3، اما اخاطبهم اجد ان انا ممكن اجد حيز متسع جدا من التفاهم مع احتياجات وامال الاسره المصريه الطبيعيه اللي بتعاني في هذه الفتره. اعتقد ان انا اقدر. هتطرق لتفاصيل البرنامج الانتخابي، لكن عايز اسال حضرتك الاول في السياسه. يعني حضرتك بتقول انك غير مرتبط بكتله سياسيه معينه، ده مش عارفه جيد ولا غير جيد؟ يعني في النهايه السياسه تربيطات، عشان تكسب وتبقى رئيس جمهوريه لازم تكون مرشح احد الكتل السياسيه الكبرى. لا، مش لازم ابدا ابدا. مش لازم تبقى مرشح الاخوان او مرشح مدعوم من الاخوان. تعالي نحسب اللي خارج الكتل ونشوف عددهم كام بالنسبه للي داخل الكتل. هو ما فيش حد مرشح اي من الاحزاب على فكره، لكن في النهايه الاحزاب هتدعم ده موضوع تاني. مرشحين. انا مرشح حزب ولا بتدعمني؟ تدعمني انا، محبب عليا طبعا الحزب يجاملني ويقتنع بتفكيري او رؤيتي ويديني رايه، يديني صوته. لكن انا مش مرتبط بحزب معين، يعني مش هبقى مرشح حزب معين. مش مرشح حزب، لكن قد يدعمك حزب. يا ريت. لجأت لاي من الاحزاب لتدعمك؟ الحقيقه لا.
النهارده منشط المصري اليوم بيتكلم على السلفيين، التيار السلفي يقول، والنور بالتحديد بيقول انه انك طلبت دعم النور في مقابل تنفيذ كل طلباتهم وفي مقدمتها تطبيق الشريعه. الحقيقه وحضرتك اعتقد، انا واثق ان حضرتك هتاخدي كلامي بجديه يعني مباشره كده. بأكن كل التقدير للاخوه السلفيين، وكنت على لقاء قريب مع البعض منهم. يمكن ده اللي خلى بعض الناس يشتوا في تفكيرهم يقولوا هذا الكلام. هذا الكلام ليس له اي اساس من صح. هذا الكلام ليس له اي اساس. لست مخولا اطلاقا، حتى لو انا عايز، انا راجل فيا مخ بيفكر، لست مخولا اطلاقا اني اتكلم في الشريعه او تطبيقاتها او امكانيات ما هو مسموح فيها وما هو غير مسموح، او ايه اللي فيه يعني حيز من الوقت ممكن نتيحه قبل ما لا اطلاقا. مش دوري انا، هذا دور المتخصصين العلماء الاجلاء الافاضل القادرين على انهم يبدوا رايهم في هذا المجال، سواء عملنا بيه او ما عملناش بيه، لكن يبدوا رايهم وبعدين نشوف الدوله هتعمل يعني هذا الخبر ليس له اي اساس من الصحه. وانا بستغرب الناس بتجيب اخبار يعني حضرتك لم تطلب دعم النور السلفي لحملتك اطلاقا، لعلم حضرتك. ولو طلبت دعم ما كنتش هرهنه بحاجه ثانيه، لكن انا كمان ما طلبتش دعم. يعني ولا طلبت دعم ولا رهنت الدعم بحاجه ثانيه. مين اللي ما بيقولش الحق هنا؟ المصري اليوم ولا النور؟ اصحاب المصالح كثيرين جدا اليومين دول، اللي اصحاب المصالح في ازاء الاخرين كثيرين جدا ما يتحاسبوش اليومين. انت شايف ان خبر زي ده يأذيك؟ ليه؟ اي حاجه على غير اساس سليم تأذيني. اي حاجه ان شاء الله رب تشكري فيا في حاجه غير موجوده او انا ما طرحتهاش تبقى بتأذيني، مش عايز اكلمك. فإذا عرض عليك حزب النور مساندتك في الترشح للرئاسة مقابل تطبيق الشريعة، ما اقدرش اتكلم في تطبيق لو عرض عليا مساندتي اكون له من الشاكرين، لكن تقولي لي في مقابل نتكلم في الشريعه، بأمارة ايه اتكلم في الشريعه؟ على فكره انا واخد دبلومه عليا في الدراسات الاسلاميه، انا قريت في سيدي، ولكني كل واحد له حدوده ويعرف المجال اللي يتكلم فيه. انا لما اتكلم في مجال في كثيرين غيري ما يفتحوش بقهم فيه، لكن لما نيجي ناس اهل الشريعه اتكلموا ما افتحش بقي فيه. العمليه لازم ارجع تاني للسياسه. الترشح فيه تربيطات، يعني في تربيطات سياسيه يعني مع الاحزاب. الاخوان المسلمين قالوا انهم لن يدعموا مرشح ينتمي للنظام السابق، الكلام ده كان موجه لحضرتك؟ الحقيقه انا مش سعيد قوي بالكلام ده لسبب. اذا كان موجه ليا بشخصي يمكن اكون انا احد الاول. الحقيقه انا مش لوحدي حاليا اللي ينطبق عليه الظرف ده، لكن مين تاني يا فندم بينطبق عليه الظرف؟ في زميل من المخابرات العامه حسام خير الله. وفي والله ما انا عارف موقف. هو الحقيقه دلوقتي بقى في مرشحين كثر يعني بقى كتر يعني ما اعرفش الحقيقه، لكن الحقيقه صيغه غير مقبوله ابدا للتعبير عن الراي. ضايقتك الصيغه دي؟ ضايقتني مش عشاني انا، مش عشان المبدا. بمعنى اللي قال مش قال لي، وما يقدرش يقول لي انا ابدا، وبيقول على وجه العموم العسكريين غير مقبولين. قلت له والفئه بتاعتها غير مقبوله. هل حد من الاحزاب قالت لحضرتك بصراحه العسكريين غير مقبولين؟ ما حدش كلمني كلام مباشر ابدا، كله كلام على الاعلام وعلى بتاع، وكلام غير مقبول لسبب. اللي هيقول لي الفئه بتاعتها غير مقبوله هقول له فئتك انت غير مقبوله، وتعال نتكلم نشوف اعدادي شكله ايه، خلفيتي شكلها ايه، دراساتي شكلها ايه، حصيلتها شكلها ايه، ودراستك شكلها ايه، وعملك الميداني وخبرتك الفعليه والعمليه في الميدان. ونتكلم كتير قوي، لو اتكلمنا عندي كلام لا ينتهي، لكن انا ادافع عن مبدا. ما اقدرش ابدا عشان انا ليا كيف كان ليا مشاكل سابقه مع فئه من الفئات انا اسمح لنفسي ان احط قواعد بأمارتي. طيب يعني ده كان راي الاخوان المسلمين، اذا يعني في الغالب لم ده مش راي الاخوان المسلمين او راي الحريه والعداله. لا يا فندم، ده راي اللي قالوا اللي نطقوا. لا تعتقد ان هذا راي الحريه والعداله؟ ما حدش يبلغوني رسمي او ما انا اخد اجراء. طب يعني هذا الراي الذي سمعناه، اللي اتكلم هذا الكلام انا
كلمته على رؤوس الاشهاد في البرامج. قلت له روح اشغل نفسك بمهمتك اللي قد كده اهو في الكليه بتاعتك بس. ده كنت قصدك على مين؟ زي ما يكون مش مجال دلوقتي ذكر اسماء. طيب. لكن لسبب ان اللي قال ما قالش احمد شفيق، وان كان اللي قال مره في واحد قال احمد شفيق انا برضو رديت عليه، لكن اللي بيتكلم كلام عام ما ينفعش. يعني عايزين نكون على قدر المسؤوليه بتاعت المرحله. طبعا احنا مش بناخد موضوع بمقاييس شخصيه بس. لكن يعني ده موقف ربما يكون موقف الحريه والعداله، يعني ربما موقف الوفد. وكان رئيسه عندنا بالامس قال انه هو طرح اسم حضرتك على الحزب كمرشح محتمل، لكن الحزب لم يوافق، ربما للفتره اللي كنت فيها رئيس وزراء لمصر، يعني في نهايه عصر الرئيس السابق مبارك. اذا برضو مش هتاخد مسانده الوفد. ما يهمنيش انا كل الاحترام للوفد ولرئيس الوفد على وجه الخصوص، وقد يكون ليا كشخص ابعاد جوه الوفد اكثر من ابعاد بتاعت كثيرين جوه حضرتك. لكن انا ما بتكلمش في الوقت ده دلوقتي، احنا بنتكلم كلام مسؤول للهيئه العليا مع كل الاحترام والتقدير انها تقول عايزين ده مش عايزين ده، بنوافق على ده ما بنوافقش على ده. لكن انا الزميل الفاضل سيد البدر انا ما بقولش كده بحرجه قدام الناس بتوعه ابدا، وانا اكبر من ذلك. انا بقول انا بشكر لسيادته راي، يعني كان في شيء من التقدير ليا، انا يعني يستوجب الامر ان اقول كده قدام حضرتك. لكن انا يقولوا يقولوا لا. يعني ايه ليك ابعاد في الوفد اكتر من انا ليه؟ يعني اذا كان بقى الوفد بالانساب والبتاع يمكن يعني اكون ليا فيهم الوفد اكتر من ناس كتير. ليه بسال حضرتك الاسئله دي؟ لان برضو ارجع السؤال، بتبني حساباتك على ايه؟ حسابات المكسب والخساره السياسيه قبل ما اتكلم بقى على الحسابات الشعبيه السياسيه. يعني عمرو موسى له شعبيه في الشارع من فتره طويله، ابو الفتوح والعوه مع حفظ الالقاب وحازم ابو اسماعيل لهم قواعد اسلاميه موجوده. الفريق احمد شفيق بيبني حساباته في المكسب والخساره على ايه؟ ايوه، على حاجتين رئيسيتين. حاجه اساسيه، سابقه اعمالي مش هتكلم على فتره الحروب في القوات الجويه، مش هتكلم ابدا على ان انا كنت بحارب في القوات الجويه. انا اتخرجت 61، اشتركت في حرب اليمن في ظروف في منتهى الصعوبه 62، وهلم جرى بقى. كنت انا بحارب وكان في ناس كتير جدا لسه بيدرسوا في المدارس وما خرجوش من الثانويه العامه، فانا قمت بدور يعني لا يمكن ان يوصف في هذه المرحله من حياتي. نيجي بقى نمسك المرحله الملموسه بالنسبه لحضرتك وبالنسبه لاي واحد بيمر من بوابات مصر. العالم الخارجي بالظبط كده، العالم الخارجي محتك اكتر بهذا المجال، شهد للي عملوا قطاع الطيران المدني اكتر مما شهد له اللي جوه البلد، لان اللي بره مستخدم لهذا المجال اكتر مما لا شك فيه. كل المؤسسات الفنيه والماليه اللي هي الاقتصاديه يعني، وقطاعات التمويل، كل هذه المؤسسات في العالم كله شهدت للمعجزه اللي تمت في الطيران المدني على مدى 10 سنوات. اظن دي سابقه اعمال. الطيران المدني مش طياره حضرتك بتركبيها او مضيفه بتتعامل مع حضرتك في الطياره تقوم حضرتك تحبي الطيران، او وجبه كويسه او لاندنج كويس او تيك اوف كويس. الموضوع حضرتك مش شايفه من جبل التلج غير قمه صغيره جدا، وجبل التلج كله مختفي عن الراكب المحترم. العالم المتخصص في هذا الموضوع قدر تماما ايه اللي اتعمل في قطاع الطيران المدني على مدى 10 سنوات. وانا ما بطرح نفسي النهارده، انا واثق ان انا بما حققته مع الزملاء من الرجال اللي رفعوا شأن الطيران المدني، رفعوا شأن مصر من خلال الطيران المدني، انا واثق ان انا قادر على استعادة الثقة للميدان المصري، للساحة المصرية كمجال للاستثمار في شهور قليلة جدا، لمجرد ان الدولة هيعرف عنها ان ماسكينها ناس
مارسوا التجربه بنجاح قدام العالم كله وبشهاده كل المختصين في العالم. طيب انا هرجع تاني برضو للبرنامج الانتخابي، واوعدك ان انا هسالك اسئله عن البرنامج، لان انا عارفه ان دايما المرشحين بيجوا يقولوا احنا ما اتكلمناش على البرنامج الانتخابي. انا لا حضرتك عايز تتكلم فيه حتى لو ما كلمناش. بمناسبه الطيران، حضرتك بصراحه يمكن المرشح الوحيد اللي لسه خاضع للتحقيقات فيما يخص بلاغات باهدار المال العام ومطار مفيش خضوع لبلاغات. حضرتك روحي اسالي. مش في تحقيقات لسه فندم؟ مفيش جنس، مفيش موضوع واحد ممكن يتمسك على احمد شفيق واحد. لسه في تحقيقات ولا لا؟ اطلاقا. انا ما عنديش تحقيقات يا سياده الفريق. في تحقيقات لسه. هاتي لي تحقيق واحد. ما انا قاعد بقالي سنه يعني في بلاغات يتم التحقيق فيها عشان اكون اكثر دقه. لم يتم معي تحقيق واحد منذ حضرتك سمعت القصه دي. كل دي بلاغات لا يتم التحقيق فيها؟ لم يتم معي تحقيق واحد، كلام مسؤول اهو قدامك، منذ ان تركت مجلس الوزراء. ولا طلبت ليه تحقيقات لاحقة؟ ولا طلبت لتحقيق واحد منذ تركت مجلس الوزراء. ليه؟ طيب في كلام كتير على مطار 3 ومجدي راسخ ومنير ثابت وفهد الشبوكشي ووجدي كرارة. كل ده كلام فارغ لا اساس له من صحه. بس كده. كل ده كلام فارغ. ممكن المرشح عمرو موسى قال ان هو مستعد ان هو يعرض ذمته الماليه. ما هو لازم هتعرض. احمد شفيق مستعد يعرض ذمته الماليه. يعني ايه مستعد؟ دي يعني من الاوراق اللي هتقدميها. دي من الاوراق اللي هتقدميها. ازاي يعني ايه؟ طب يعني ايه غير مقبول هذا الكلام؟ الموضوع ده جميل يعني جميل. ده ما بصراحه يعني الناس هتسال طيب حضرتك كنت وزير واحنا عارفين مرتب الوزير كام. يعني مش عايزه اسال لان ماليش ان انا اسال من اين لك هذا، لكن الناس عايزه تعرف برضو التفاصيل، وده في امريكا عادي جدا وفي الدنيا عادي. احنا بس بنتعلم. القصر بتاع باريس. لا يعني ما انا عارفه ان هو مش قصر. فيعني لا مش عارفيش انه مش قصر. انا ما اعرفش. بس تعرفي يعني ان انا بسافر باريس من السبعينات وانا بتعلم هناك وبدرس هناك. وتعلمي حضرتك باعتبارك اكيد تلمسي الموضوع ده كويس ان شراء شقه في باريس اسهل مليون مره من شراء شقه في القاهره، لان البنك بيمولها كلها وهو اللي بيأجرها، هو اللي بيستعملها. اذا ليست قصرا ولكن شقه. قصرا ايه؟ قصرا ايه؟ هل نقدر نقول مثلا ان مكافاه الخروج من القوات الجويه كانت مثلا؟ ما فيش غير مقبول الكلام في هذا الموضوع اطلاقا، لان الكلام دي برضو مفردات الذمه الماليه. مش اللي هيكلمني فيها، مش اللي في الشارع يكتب في الجورنال يكتب اي كلام فارغ. في اجهزه مسؤوله هتشوف والورق عندها وهيطرح وانا داخل بتاع هذا كلام غير مقبول. هتجيب ال10 مليون جنيه اللي هي الحمله الانتخابيه هتعمل فيها ايه؟ كل الناس هيجيبوا ال10 مليون جنيه منين؟ طب انا دلوقتي ضيفي احمد شفيق، فانا ممكن اسال حضرتك الاول وبعدين ابقى اسال بقيه المواطنين. يعني حضرتك بتسالي الكل. اعتقد ان انا لابد هلجأ للمواطن المصري زي الدنيا كلها ما بتعمل. الاول الرقم ده كبير ولا قليل بالنسبه للحمله الانتخابيه؟ والله اختلفت الاراء جدا. راي حضرتك ايه؟ الناس انا بشوف مبالغات شديده جدا في الارقام اللي بتتقال، بس بيتهيألي انها يعني نوع من لا يعني راي حضرتك ان الرقم ده كبير ولا قليل؟ حضرتك بدات جولات وبدات لا اعتقد يعني والله لغايه دلوقتي بالامانه لغايه دلوقتي انا لم اصرف مليم على الحمله لغايه دلوقتي، لغايه ما انا قاعد معاكي، مش عشان حاجه، لان اللي معايا واثقين فيا. لا ازاي يا فندم؟ امال يعني الشركه اللي هي بتقوم بالحمله الاعلاميه السرادقات الكلام ده كله مين بيدفع ثمنه؟ طب اقسم لك بالله لا اله الا ولا الله مليم احمر اتدفع لغايه. هل معنى ذلك اني مش هدفعه؟ لا، لسبب ان الشركه اللي بتشتغل معايا وهم ناس تعرفيهم، اساليهم اذا كانوا قبضوا حاجه مني محمود بركه زميلنا محمود بركه، اساليه اذا كان قبض حاجه مني ولا لسه. بيشتغل ايه بالاجل يعني؟ لا هيبقى هروح فين منه؟ ما العمليه الشغل جاي لسه. مين اللي هيمول الحمله؟ الفريق احمد شفيق من جيبه ولا بجيبه مين يعني؟ ازاي واحد هيمول جيبه؟ زي اي واحد ومين من الموجودين كله هيمول من جيبه؟ مين من الموجودين؟ مين هيدعم الفريق؟ المواطن المصري. انا هبعت هتفتح باب التبرعات ده بيقول طبعا. ده لسه عاملين لي واحد بيسال بيقولوا لي ان في شركه من شركات المحمول عامله نوع من الاتصال وحضرتك تحجزي المبلغ والفلوس تيجي لك جزء وليهم جزء وحاجه زي كده، نوع من الاسلوب يعني لتسهيل موضوع جمع التبرعات للحملات. الموضوع ده موضوع متوقع مثلا
رجال اعمال يدعموك، اصدقاء يدعموك، غير المواطن المصري. اسمح لي يعني 10 مليون جنيه عشان المهم برضو محتاج. لا لا لا، اللي يدفع 10 جنيه يدفع، وفي قدامه في واحد هيدفع 100,000 جنيه. اما ده وده 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 هتجمعها. عارف مين اللي هيدفع ال 100,000 جنيه؟ اتخيل طبعا هيبقى راجل ميسور، غالبا هيكون له علاقه بيا. في حد تقدم لك وقال لك سياده الفريق اسمح لي ان انا هدعم حملتك وكذا؟ كثيرين جدا من الاصدقاء قالوا لي كده، لكن لغايه ما انا قاعد مع حضرتك دلوقتي ولا مليم أعمل ولا مليم. خايف انا بالكلام وبعد كده يطلع على فشوش. لا ما تقوليش هتلجأ اطلاقا الكلمه اللي بقولها لك لا انا بتكلم على الفلوس في النهايه يعني. ابدا، لغايه ما انا قاعد معاك دلوقتي ولا مليم اتلم الموضوع. طيب ولا ده انا بقوله، وبخاف انا من كلام الناس اللي بتوعد كتير وفي النهايه مفيش فلوس. ان هو يعني اللي وعدني يخلى بيا بالظبط. ما افتكرش. لا 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 ما افتكرش. هتلجأ للتوكيلات 30,000 توكيل ولا هتلجأ ل 30 نايب؟ مين الاسهل بالنسبه لك؟ او والله همشي في الطريق. في 30 نايب ممكن يدعموا الفريق احمد شفيق؟ اتخيل جايز يكون فيه، وفي نفس الوقت همشي في 30,000. بس 30 نايب بصراحه محتاجه تربيطات سياسيه، وواضح ان حضرتك بتعمل تربيطات سياسيه ولا ما بتعملش؟ على المستوى الفردي علاقاتي جيده جدا. على المستوى الفردي. على المستوى المؤسسي بقى اللي هو الفريق احمد شفيق بيزور حزب النور او حزب الحريه والعداله. لا 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 لا, لا ما بلعبش اللعبه دي خالص لغايه دلوقتي. طب يبقى التربيطات السياسيه مش هتنفع معايا. على المستوى الشخصي علاقاتي جيده جدا، لان حضرتك انا باخد امضه واحد كشخص، مش باخد امضه لا حزب. بس هو في النهايه يمثل حزب. لا 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 لا، اللي بيدي رايه في مجلس الشعب بيدي رايه الواحد. مش هيقدر من غير ما يستاذن حزبه يا سياده الفريق. لا يا فندم، لا. وفي عندك ناس وعدوك ان هم أيوة. يرشحوك أيوة. من داخل مجلس الشعب. ايوه والشورى طبعا دلوقتي. الحقيقه الشورى لسه ما جربتش. ما جربتش الشورى. بتفكر تنتمي لاي من الاحزاب حتى ولو كانت صغيره؟ لغايه ما انا قاعد مع حضرتك دلوقتي انا رافض مبدا الاحزاب وافضل مبدا الاستقلال. يعني العلاقه بين المرشحين ازاي؟ يعني بصراحه يعني في علاقه كده مش لطيفه. يعني انا شايفه تصريحات متبادله، يعني برغم ان حضرتك مثلا ابديت اسفك على حادث دكتور ابو الفتوح، وده كان طبعا متوقع من حضرتك يعني، لكن هو هاجمك وقال انك لا تصلح لرئاسه مجلس محلي. انا كلمت الدكتور ابو الفتوح النهارده، كنا بنتكلم. كلمته تسال عليه؟ غير كمان انا كلمته من يوميها الحقيقه. كلمته النهارده، والموضوع ده ملوش ادنى علاقه بخلافات العمل. وانا الحقيقه عشان برضو اكون امين، انا استغربت من تعليق الدكتور ابو الفتوح جدا جدا. لان ليه؟ لانه ما يخرجش من شخص زي الدكتور ابو الفتوح، ولا لانك ما كنتش متخيل ان تقييمه ليك كده؟ لا لا، ده مش تقييم، وغير مسموح ان يقول هذا التقييم. غير مسموح لا منه ولا من غيره. لان انا اما كان كتير جدا موجودين، انا لا شهاداتي ولا خبرتي ولا تاريخ خدمتي ولا تقييمي ولا ادائي الوطني، تاني بقول ولا شهاداتي العلميه يسمح ان مخلوق يتكلم خالص. ماذا قال لك الدكتور ابو الفتوح لما قلت له الكلام؟ يعني قلت له ايه؟ لا عاتبته مثلا؟ انا ما عاتبتش خالص، ما جبتش سيره الموضوع ده. انا بقول للراجل الحمد لله على السلامه، لكن هي هفوه طلعت منه. والحقيقه ان في واحد جه قعد في اجتماع قال ان ده ما اتقالش. انا اما واحد يقول ده ما اتقالش، انا خلاص بعتبر ده يعني ولكن اتقال، وانا كان ردي عليها ان انا الحقيقه الادب فضلوه على العلم بصفه عامه. ورديت على الدكتور البرادعي ايضا؟ لا الدكتور البرادعي له موضوع بقى قال كده. ان ترشحك يعني ان نظام مبارك لا موجود. ده موضوع تاني، ده موضوع قديم. امبارح انا سمعت للدكتور البرادعي حته صغيره كده ظريفه قوي. الدكتور البرادعي الحقيقه ما انا مش فاهم. يعني هو قال انه بص في المرايه، اما شاف وشه في المرايه المرايه الهمته انه يسيب النظام اللي مش سليم ده ويسيبه ويطلع. الحقيقه بعد كل النقد اللي بينقده ده، انا عايزه بقى يستلهم المرايه تاني ويبص فيها ويجرب، لعله يخش الانتخابات تاني ويشوف الصندوق هيقول ايه. يعني انا نفسي بس البراء ده يخش يشوف الصندوق هيقول ايه. امبارح كلام غريب جدا.
يعني انا يعني مش مصدق نفسي والله. كلام زي ايه يعني؟ وقفت عند ايه من كلامه غير موضوع المرايه؟ شكيت من كلامه انه ممكن هل يرجع. يعقل ان واحد في السن ده وفي الخبره دي مش عارف ان كلمه الحياء عيب؟ برضه هرجع اقول الادب فضلوه على العلم. بمعنى ايه معلش الحياء يعني؟ كان لازم يكون في قدر شويه من الحياء. انا احمد شفيق البرادعي يجي النهارده يقول على احمد شفيق، كان يبقى قدر على الحياء قبل يعني ما ارشح نفسي، كان يبقى عندي قدر من الحياء. البرادعي بيقول لاحمد شفيق الكلام ده. ليه منزعج؟ حاجه غريبه يعني جدا. يعني ليه بتقول البرادعي؟ لان انا ما بتقول لي حضرتك بترد وتقول. خلينا بقى البرادعي، ما احنا ماسكين ده. البرادعي بيقول انه سنه 61 ماشي مع والده في الشارع، ووالده الحقيقه كان بيتعرض اللي هو بيتعرض ليه دلوقتي، وكانوا الناس لما بيشوفوا والده في الشارع بيتجنبوه يعدوا في رصيف الناحيه الثانيه. انا ما لفتش نظري كلمه ان والده بيعدي الناحيه الثانيه، ليه الناس بيسيبوه يعدوا الناحيه الثانيه؟ عشان بطوله يعني مرموقه ولا عشان ايه؟ ما اعرفش. بس والده كان نقيب محامين محترم. أيوة يعني ايوه مشهود له الحقيقه. هو قال كده بيسيبوه يروح الناحيه الثانيه. انا لفت نظري انه سنه 61 ماشي مع والده بيسيبه الناحيه الثانيه. 61 دي انا اتخرجت 62 كنت بحارب في اليمن، كنت شايل احد الرجال اللي بيشوفوا مسؤوليه الدوله. ما يجيش النهارده البرادعي يتكلم على احمد شفيق. ايه الملفات اللي بتقول ان عندك ضد البرادعي؟ اللي ضد البرادعي؟ ايوه حضرتك مش رديت وقلت لما في هذا الوقت قال لك ما يقولش الكلام ده، احنا عندنا ملفات كتيره ضده، ولا ما قلتش الكلام ده؟ لا دي مش ملفاتي انا. ملفاته هو؟ في قضايا ملفاته دي في عند النائب العام. موضوع النائب العام. يعني علمي انها عند النائب العام. عموما ملفات ايه اللي عند النائب العام؟ عموما انا ما اعرفش التفاصيل بقى. حضرتك عارف ان هو عند النائب العام، عارف الملفات؟ لا انا عارف في حاجه ثانيه. انا عارف الكارير بتاع البرادعي في الهيئه اللي كان ماسكها وصلنا لايه فيها في الاخر، والدول العربيه جانت ايه، ودولته جانت ايه. احنا مش هنضحك على بعض. يوقف عند حده، لان حسابي عسير جدا جدا. بمعنى؟ وتمادى وانا اعرف ازاي اوقفه عند حده. عيب، احنا كبار على ذلك، عيب. ويتدور ويتهكم كده، يكونوا بيراقبوني هنا. بيراقبوك ايه؟ مين اللي هيراقبك؟ وايه اهميتك عشان تتراقب المراقبه الفظيعه دي؟ كل ده عشان مره 9 اشخاص خارجين من بيته. انا ما اعرفش القصه دي. انا كرئيس وزاره الموضوع ده تم قبل ما اجي او بعد ما جيت، انا ما اعرفوش. ما اعرفش جهاز امن الدوله ولا جهاز استخباري احتجزوا 9 اشخاص طالعين ببيت. هو بقى بيحكي امبارح بيقول كانوا قاعدين ياكلوا كباب وكفته عندي. بياكلوا كباب وكفته، بياكلوا فول وطعميه. ده وقت ما حضرتك كنت رئيس وزاره ولا؟ الحقيقه صدقيني والله ما اعلم، والله ما اعلم اذا كان في وقتي ولا بعديه ولا قبليه. خلاصته انه في الفتره بتاعت الثوره دي الاولانيه خلاص. فانا بشرح اما لقيته زعلان وبيتكلم، انا ما فيش غضاضه بيني وبين حد، انا بتكلم كلام عام. فبقول يعني اعقلوا الناس اعذرهم للناس. في واحد جهاز مسؤول هو عنده قلق من شخص ما. القلق ده على اساس او على غير، سامعين يا لميس؟ سامعاك يا فندم. القلق ده على اساس او على غير اساس. ممكن يكون غلطان، بدليل ان الجهاز اللي عمل كده ده صاحبه في السجن دلوقتي، يعني غلطان على حاجات اكبر من كده كمان. فانا بقول له ايه؟ انا بسهل الموضوع، بقول يعني هو عنده تحفظ عن حق او عن غير حق. خد الناس سالهم سؤالين ومشيوا. مش عايزين نحمل الموضوع اكثر. هو بقى واخدها ايه؟ انا البرادعي يسالوا الناس اللي نازلين من عندي. يا سلام، هو ما كانش باصص لك البصه دي. الراجل بتاع الامن ما كانش باصص لك البصه دي. ده مش احمد شفيق، انا ما كنتش اعرفك وما اعرفش اسمك بس هو تعرض لمضايقات كثيره يعني طبعا في فترات معينه قبل حضرتك وبعد يعني تعرض لمضايقات كثيره. افهميني يا لميس، يعني انا عايز اقول ايه؟ راجل مسؤول عن الامن هو حتى لو معلومه مغلوطه عنده عمل اجراء. انا بشرح لك الوضع، انا عايز اوصل ليه العلاقه بينكم كده؟ يعني لماذا يهاجمك ولماذا؟ انا الحاجه الوحيده اللي انا هذا البرادعي انا عرفته فيها انه هو جاي مصر لاول مره. انا كنت مبسوط من دعوته بمنتهى الامانه، حتى انهم لما بيقولوا هيوصل في المطار في صاله كذا وفي 200 واحد هيخشوا الصاله. لما عاد البرادعي انا قلت ايه؟ قلت للراجل المسؤول عن الامن،
قلت له سيب الناس اللي عايزين يخشوا صالة. قال الازاز هيتكسر وصالة هيتكسر. قلت له سيب الازاز. طب اقسم لك بالله لكن ان الكاميرات انا اتمنعت وقتها. اقسم لك بالله ايه اللي اتمنع؟ الكاميرات. لا ما حصلش، كلام غير مظبوط، واذا حد قال لي كده وكلام مش مظبوط. ده انا خليت الامن، انا كنت مرحب، يعني انا من جوايا كمصري كنت مرحب بمجيه، لدرجه قلت له سيب كل الناس يخشوا، يعني ما تعملش قيد في الصاله، ما فيش اي شيء تجاهه. ايه الحكايه؟ ايه الحكايه؟ هل أنا مش عارف. متوقع انه قد هو امبارح اكد ان هو لن يعدل عن قراره بعدم المشاركه في انتخابات الرئاسه، متوقع ان هو غير كلامه؟ ده انا بأرجوه يبص في المرايه تاني ويشوف وشه، جايز المرايه تلهمه انه يخش الانتخابات. انا اتمنى يخش الانتخابات ويرى الشعب المصري هيقول فيه ايه. هيقول ايه في نجاحاته المبهره يعني في القطاع اللي مسكه للدول العربيه كلها، نجاحاته اللي انعكست علينا يورينا بس. لا موضوع الوكاله الدوليه ده ما اقدرش اعديه، ما اقدرش، مش ممكن يمر كده. وطبعا الكلام على مسؤوليه الفريق شفيق. خلي الاخوه، خلي المصريين يقولوا رايهم، يعني لا، ولو كان هو هيترشح اول واحد هيروح يؤدي فروض الطاعه ليه ويقول له مع كل التقدير والاحترام يا رئيس الدوله، اول واحد في مصر اذا كسب. يعني ده انا راجل ملتزم ولن اتردد ثانيه، يكسب هكون اول المتقدمين لتهنئته، بس يورينا ايه المعلومات اللي عندك بخصوص وكاله الطاقه النوويه. موضوع العراق معروف على الاشهاد، يعني ليه حضرتك ايه المعلومات اللي لديك بخصوص فتره رئاسته لوكاله الطاقه؟ اقري شويه ما قيل في كل هذه الموضوعات سلبا وايجابا وبعدين نتكلم، بس كده في كل الموضوعات اللي تخص الوكاله في الفتره بتاعته اللي تنعكس على الدول العربيه. اقريها شويه كده وبعدين نبقى نقعد في متسع من الوقت. هل الملفات اللي عند النائب العام لها علاقه بان هذا كان رجل معارض في فتره طويله اول من طالب بتغيير النظام؟ ما اطلعتش عليه. بس حضرتك بتقول انك عارف انا عارف ان فيه ويسال ابو شادي، يسال هو، يسال ابو شادي، نمره 2 بتاعه على مدى 30 سنه 25 سنه يسال في ذلك، بس كده. هخرج فاصل عند المرايه وحكايه الدكتور البرادعي، هخرج فاصل. كلام الفريق شفيق على مسؤوليته الخاصه، يعني نكن احترامنا لكل الشخصيات العامه منهم الدكتور البرادعي وكل المرشحين المحتملين وغير المحتملين. في حاجه، المجامله ما بيننا مطلوبه، لكن تخطي الحدود غير مطلوب، غير مطلوب اطلاقا. وكل واحد يحترم القدر اللي قدامه بحكم قدره. الموضوع غير مقبول، ما يدور على وسائل الاعلام غير مقبول بحال من الاحوال، وانا برضو بحذره للمره الاخيره لسبب ان انا يعني اقدر، يعني كل واحد عنده في مكنونه قدرات كثيره. انا عايز اعرف ايه اللي في مكنونك برضه. انا حر بقى، حاجه غريبه جدا. مش ده وقته انك تقول لي لا مش اللي وقته، انا بس بقول له كفاك، ولا معنى انك انت ايه الحكايه؟ ايه احمد شفيق لو ترشح يبقى الثوره انت ثورتك؟ انت قايم على الثوره؟ هو واحد من اول الناس اللي نادوا بالثوره يا فندم، اول الناس من نادوا بالتغيير. الحقيقه دي انت تحكم على نفسك وعلى فعلك، ما تحكمش على الناس ابدا، غير مقبول. انت ما تعرفش اللي قدامك ده عمل ايه لبلدك، اما انت كنت قاعد خواجه بره. ده بيتكلم يقول لك ده، انا اقول لك ده مش عارف يتكلم، الكلام العربي بتاعنا مش عارفين نكلمه، عيب. هنخرج هنا فاصل، وبعد الفاصل لو كنت رئيسا، فريق احمد شفيق لو كان رئيسا هيعمل ايه في القضايا التاليه بعد الفاصل.